المنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس هذه المرة سيواجهون النيجر برسم الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية لهذا اليوم. المنتخب الوطني المغربي جاء إلى جانب كل من تنزانيا وزامبيا والنيجر والكونغو وإريتريا. يحتل الآن المنتخب الوطني المغربي الرتبة الأولى ب15 نقطة، أما النيجر فهي في الرتبة الرابعة ب6 نقاط فقط. قبل ذلك أخواتي، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش لنا الضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا تعليقاتكم الجميلة والمحفزة، وما تنسوش لنا البصمة، ما تنسوش لنا اللايك من أيديكم الكريمة. بعجالة نعود للموضوع. المنتخب الوطني المغربي في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم لا تفصله إلا نقطة واحدة من أجل التأهل لكأس العالم 2026 التي ستقام بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. هذه المرة سيواجه النيجر من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله الجديد في أمسية يوم الجمعة 5 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية الشريفة، وتنقل المقابلة على قنوات الأولى والرياضية TNT وكذلك على قنوات البي سبور HD6. لم يبقى لي إلا أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.